السلام عليكم. طبعا من ساعة ما نزلنا بوست التركيبات على الفيسبوك، وفي ناس كتير الحمد لله طلبت مننا تركيبات، وطبعا بنشكركم على الثقة دي وعلى الثقة فينا وفي صفحتنا. بس في مشكلتين بتقابلنا دلوقتي. طبعا كميات التركيبات كتيرة اللي انطلبت، احنا طبعا بدأنا فيها وبنجهز فيها. بس في مشكلة تانية، مشكلة الشحن. حتى الشحن جوه القاهرة الأماكن البعيدة برضو الشحن غالي شوية. احنا بنحاول نشوف شركات أكتر من شركة شحن. طبعا جوه القاهرة والجيزة احنا قلنا بس هنبدأ الموضوع جوه القاهرة والجيزة، وبعدين هنفتح لباقي المحافظات. بس واضح كمان ان الشحن غالي جدا جوه القاهرة والجيزة، فاحنا بنحاول نشوف اكتر من شركة كده، وان شاء الله هتوصل لكم التركيبات زي ما قلنا. بس ممكن تاخد شوية وقت، يعني ممكن تاخد 4 5 ايام. فما تقلقوش يا جماعة، الناس اللي طلبت التركيبات ان شاء الله هتوصل لها التركيبات. طبعا ده مش عنوان الفيديو، انا بس حبيت اوضح للناس عشان الناس يعني ما تستعجلش على التركيبات وتقول التركيبات اتاخرت. احنا والله بنجهزها وبنشوف شركة شحن كويسة. طيب دلوقتي اكلمكم النهارده ان شاء الله عن افضل كريمات مرطبة موجودة في السوق بسعر اقتصادي، سعرها اقل من 100 جنيه. في كريمات، في ناس بتسألني كتير عن انا عايزة كريم مرطب اقتصادي يكون سعره اقتصادي، اقل من 100 جنيه، اقل من 150 كده. طبعا الكريمات اللي هقولها لكم النهارده تنفع بس للبشرة الجافة والبشرة الحساسة. البشرة الجافة والبشرة الحساسة. البشرة الدهنية لا. اول كريم معانا النهارده هو البان توب. البان توب كريم، وده بيحتوي على خلاصة الصبار والجليسرين والالوفيرا واكسيد الزنك، وكمان في حاجة اسمها البنسينول، وده سعره 55 جنيه. وده بيستخدم للبشرة الجافة والبشرة الحساسة. في طبعا حاجات مهدئة ومرطبة، ملطفة حتى للإحمرار والحكة والتحسس. ينفع طبعا الناس اللي عندها اكزيما، الناس اللي عندها بشرة جافة، الناس اللي عندها بشرة حساسة، حتى الناس اللي عندها تحسس مثلا من الشمس ولا حاجة وحصل لها إحمرار، ينفع تستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل. تاني كريم معانا وهو الميلانسينول كريم. الميلانسينول كريم فيه واحد منه للبشرة الجافة وفيه واحد منه للبشرة الحساسة. بتاع البشرة الجافة سعره 60 جنيه، وبتاع البشرة الحساسة سعره 75 جنيه. طبعا تركيبة الميلانسينول هو عبارة عن بنسينول وجليسرين وبيسابولول وزيت اللوز. حاجات برضو البيسابولول ده مضاد التهاب قوي وملطف للحكة والتحسس والإحمرار، وحاجات مرطبة طبعا للبشرة، للتشققات، لجفاف الجلد، للقشور اللي بتطلع من الجلد، الناس اللي بشرتها جافة والناس اللي بشرتها حساسة. طبعا تالت كريم معانا وهو كريم الاكوا بنسينول. الاكوا بنسينول ده سعره 65 جنيه، وده بيحتوي على حاجه اسمها البنسينول واليوريا والجليسرين والنياسيناميد وخلاصة البابونج وزيت الشيا وزبدة الشيا. ده برضو زي ما قلنا البنسينول ده يا جماعة هو شكل من أشكال فيتامين بي، اللي هو بي 5. ده بيعمل زي تجديد لخلايا الوش، وبيعمل زي تقليل للالتهابات والإحمرار والحكة والتحسس، وبيدي زي ترطيب مستمر للوش. آه، طبعا بيستخدم مرة الصبح ومرة بالليل. وده برضو للبشرة الجافة والبشرة الحساسة. رابع كريم معانا وهو البندولين الباي بنثينول. البندولين الباي بنثينول، وده فيه البنسينول والالانتوين وزيت الجوجوبا والبيسابولول. ده برضو فيه مضادات التهاب، وفيه حاجات ملطفة للبشرة، في حاجات مضادة للحكة والتحسس والإحمرار. كلها حاجات بترطب البشرة وبتشيل حكة تحسس إحمرار، بتشيل التهابات، بتشيل قشور، بترطب، وكلها أسعارها اقتصادية. ده سعره طبعا 75 جنيه. اخر كريم معانا وهو طبعا اللي انا بفضله، يعني هو افضل كريم موجود، هو الريفي 2. الريفي 2 ده فيه البنسينول اللي هو فيتامين بي 5، وفي زيت الزيتون، وفي فيتامين A وفيتامين E، وفي زيت اللوز، وفي خلاصة البابونج. ده سعره 75 جنيه زي ما قلنا. ده للبشرة الجافة، للبشرة الحساسة. ملمس الكريمات دي كلها يا جماعة هو ملمس مش زيتي، ملمس مائي. فهي طبعا تستخدم للبشرة الدهنية، البشرة الحساسة والبشرة الجافة. ما بتستخدمش للبشرة الدهنية لأنها ممكن تسد المسامات. البشرة الدهنية يفضل نستخدم لها جل أو لوشن، وإن شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. كريمات برضو اقتصادية للبشرة الدهنية أو المختلطة. دول كلهم ينفعوا للبشرة اللي أنا قلتهم، دول الخمس كريمات ينفعوا للبشرة الجافة أو البشرة الحساسة. بنستخدم الكريم مرة الصبح ومرة بالليل. أسعارهم اقتصادية جدا، أقل من 100 جنيه. الكريم تقريبا من 50 ل 75 جرام، بيكفي فترة طويلة، ممكن يكفي شهر كامل. الكريمات دي تنفع يا جماعة افتر صن، يعني بعد التعرض للشمس.
تنفع كمان لو في حروق خفيفة، تنفع للبشرة الحساسة، تنفع للبشرة الجافة، وينفع حتى نحطها تحت العينين. الكريمات المرطبة اللي انا قلتها دي كلها ينفع حتى نحطها تحت العينين كترطيب تحت العينين، وتنفع الوش كامل، وتنفع حوالين الفم عادي، مفيش فيها مشكلة خالص. هي مش غسول ولا فيها مواد مقشرة ولا اي حاجة، ينفع نحطها في اي مكان في الوش. طبعا يا جماعة الكريمات اللي انا قلتها دي كلها تنفع للبشرة العادية، البشرة الجافة، البشرة الحساسة. وفي كريم الريفي 2 وكريم الميلانسينول كريم يا جماعة، ينفع كمان للتشققات بتاع حلمات الثدي للسيدات المرضعات. الريفي 2 والميلانسينول كريم ينفع نستخدمه مرتين، بس لما نيجي نرضع الطفل لازم نغسله كويس. الكريمات دي برضو يا جماعة تنفع زي ما كانت بتنفع للوش، تنفع كمان للجسم، لأي مكان في الجسم محتاج ترطيب ممكن نحتاج. بس في طبعا كريمات يعني اغلى منها شويه وترطيبها احسن شويه، دي تنفع طبعا للناس اللي عندها جفاف شديد مثلا في الركب او الاكواع او في كعب الرجل. انما احنا بنقول في الجسم لو الجفاف خفيف، انما دي الكريمات ديت طبعا تنفع على الوجه. طبعا الكريمات دي تنفع زي ما قلنا بعد التعرض للشمس، او كريم مرطب بشكل يومي، او تنفع كمان بقى قبل الميك اب او قبل واقي الشمس الصبح، او بالليل مثلا لو انت بتستخدمي مقشر ولا حاجه، ينفع طبعا الكريمات دي نستخدمها بعدين. وفي اخر الفيديو طبعا بنعتذر تاني للناس عن التأخير اللي هيحصل بسبب التركيبات اللي انطلبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا جماعة، يا ريت تعملوا شير واعملوا لايك للفيديو يا جماعة، اعملوا لايك للفيديو واعملوا شير عشان غيركم يستفيد. واللي عايز يسأل عن اي كريم او عايز يسأل عن اي حاجة، بس يكتبوا في الكومنتات ان شاء الله وهنرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.